مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. دار الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية يصدر بيانا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وزارة الصحة تقرر ضم التطعيم ضد مرض السحائي إلى قائمة برامج التطعيم المنتظمة. دعم المحتاجين في مناطق البلاد المختلفة. إيران تجري تدريبات عسكرية سنوية في الخليج وسط توتر مع أمريكا. عودة المحادثات الأفغانية إلى مسارها مع إعلان وقف إطلاق النار. وفرنسا تبدأ عملية تجميع أكبر مفاعل نووي في العالم. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أصدر دار الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية بيانا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والذي يصادف هذا العام يوم الجمعة 10 من ذي الحجة لعام 1441 هجرية 31 من يوليو. وأوضح القائم بأعمال مفتي الديار الإريترية والأمين العام للمجلس الأعلى للإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية الشيخ سالم إبراهيم المختار أحكام العيد الذي يأتي في ظروف خاصة. وقال الشيخ سالم بناء على استمرار حظر التجمع لمواجهة جائحة كورونا، فلن تقام صلاة عيد الأضحى في الميادين والساحات العامة والمساجد والجوامع، على أن يتم أداء صلاة العيد في المنزل فردا أو جماعة. وشرح سماحته أحكام صيام يوم عرفة والأضحية ومقاصد ومضامين العيد. وهنأ الشيخ سالم الشعب الإريتري عامة والمسلمين خاصة في الداخل والخارج، وكذا قوات الدفاع الإريترية بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيا أن يجعله الله عيدا مباركا، وأن يحفظ وطننا ويديم علينا نعمة الأمن والوئام. تابعوا النص الكامل للبيان بعد نشرة الأخبار. قررت وزارة الصحة ضم التطعيم ضد مرض السحائي الذي نظم في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر في عام 2019 للأطفال ابتداء من عمر سنة والشباب إلى 30 عاما. قررت ضمه في قائمة برامج التطعيم المنتظمة. وفي المقابلة التي أجراها مسؤول برامج التطعيم الوطنية السيد تيدروس يحدقو مع وكالة الأنباء الإريترية إيرينا، أوضح بأن لقاحات التحصين كانت تعطى بطريقة منتظمة سابقا للأطفال منذ الولادة ضد شلل الأطفال والسل والتيتانوس والحصبة والروبيلا والإنفلونزا النوع بي والدفتيريا والالتهاب القشاء المخاطي التنفسي وفيروس الالتهاب الكبدي والمكوكة وروتا فيروس. وقد أضيف بداية يوليو الجاري التطعيم ضد مرض السحائي لترتفع الأمراض الخاضعة للتطعيم المنتظم إلى 13 مرضا. وقال السيد تيدروس بأن التطعيم ضد مرض السحائي يقدم بعد تجاوز الأطفال عمر السنة والنصف، داعيا أولياء الأمور لتطعيم أبنائهم في السن المحدد. وحول أهمية إدخال التطعيم ضد السحائي في برامج التطعيم المنتظمة، قال السيد تيدروس بأن التطعيم ضد السحائي الذي قدم في مرحلتين على مستوى البلاد العام الماضي غطى حوالي 70% من الشعب الإريتري. وللسيطرة التامة على المرض في إريتريا يتوجب تطعيم الأطفال الذين كانوا في عمر السنة خلال ذلك التطعيم. هذا وقد نظم التطعيم ضد السحائي في شهر نوفمبر عام 2019 في أقاليم جنوب البحر الأحمر وشمال البحر الأحمر والأوسط في المرحلة الأولى، وفي شهر ديسمبر في أقاليم الجنوبي وعنسبة والقاشبركة في المرحلة الثانية، حيث تم تطعيم 2,800,000 مواطن عامة من عمر عام وحتى 30 عاما. تتواصل المساعدات الأهلية الجارية للمحتاجين في إقليمي شمال البحر الأحمر والإقليم الأوسط. ووفقا لذلك تبرع سكان منطقة سعد أنبا في مديرية بريخ بالإقليم الأوسط ب 204,000 نخفة للأسر المحتاجة، وسكان منطقة عزقة أكثر من 286,000 نخفة، وسكان هزقة أكثر من 258,000 نخفة وزعت على الأسر المحتاجة. وفي ذات السياق تبرع سكان منطقة عد غنسي بأكثر من 455,000 نخفة، وسكان منطقة عد بني أكثر من 142,000 نخفة، وعد شماقلي أكثر من 4,000 نخفة، وفي وكدبة أكثر من 141,000 نخفة تم توزيعها للمحتاجين الذين حددتهم الإدارات. كما ساهم سكان مناطق دنانلو ومحفد وكومهولي وقدم لحزين وإرافاليا في مديرية فرو بإقليم شمال البحر الأحمر بأكثر من 15 كنتال ذرة وزعت للمحتاجين. وغضون ذلك ساهم أعضاء اللواء الأول في الفرقة 61 ب 12,200 نخفة وزعت للمحتاجين في مديريتي مصوع ودهلك. كما قامت إدارة مصوع بتقديم دعم عيني للمحتاجين، وسمحت السيدة مريم عمر حمدان المقيمة في مصوع لمستأجري منزلها الست بالإقامة المجانية لمدة شهرين.
مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، قال التلفزيون الرسمي الإيراني أن الحرس الثوري بدأ تدريبات عسكرية في الخليج في وقت تصاعد فيه حدة التوتر بين طهران وواشنطن. وقال الجيش الأمريكي أن التدريبات تسبب في حالة تأهب قصوى في قاعدتين للقوات الأمريكية بالمنطقة، وأن إطلاق إيران للصواريخ غير مسؤول. وفي السنوات الأخيرة حدثت مواجهات متفرقة في الخليج بين الحرس الثوري والجيش الأمريكي، الذي اتهم البحرية التابعة للحرس الثوري بإرسال زوارق الهجوم السريع للتحرش بسفن حربية أمريكية أثناء عبورها مضيق هرمز. وتجري طهران التي تعارض وجود القوات البحرية الأمريكية والغربية في الخليج تدريبات بحرية سنوية على مراحل في الممر المائي الذي تمر عبره نحو 30% من إجمالي تجارة النفط الخام والسوائل النفطية الأخرى المنقولة بحرا. وقالت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي في بيانه أن حالة تأهب قصوى فرضت في قاعدة العديد الجوية في قطر وقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات بدافع الحرص الزائد، لأنها تقييما أوليا أظهر وجود خطر محتمل. عادت محادثات السلام التي تأجلت طويلا بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان إلى مسارها على ما يبدو، بعدما أعلن الرئيس أشرف غني بأن المفاوضات قد تبدأ الأسبوع المقبل، بينما اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام. وأبدت الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تأمل منذ توقيعها اتفاقا تاريخيا مع طالبان في نهاية فبراير بتسجيل اختراق على صعيد التعاون بين المتمردين وكابول ترحيبها بالإعلان عن وقف إطلاق النار، ودعت إلى الإسراع بإطلاق مفاوضات أفغانية. ومن المقرر أن تبدأ الهدنة أول أيام عيد الأضحى لتستمر خلال العطلة. وعرضت طالبان وقف إطلاق النار بعدما تحدث غني عن تحقيق تقدم في عملية تبادل السجناء التي عرقلت بدء المحادثات. وقال المتحدث باسم الرئاسة صديقي لفرانس بريس أن كابول ستلتزم وقف إطلاق النار، لكنه حذر من أن الهدنة ليست كافية. ويأتي إعلان كابول استعدادها لإجراء المحادثات بعدما أشار طالبان الأسبوع الماضي إلى أنها على استعداد كذلك للتفاوض بعد عطلة العيد. بدأت رسميا عملية تجميع المفاعل الضخم لمشروع إيتر الدولي في مدينة كاداراش الفرنسية بهدف التوصل لتقنية اندماج الهيدروجين وتوليد طاقة لا تنضب تقريبا مثل طاقة الشمس. ويتيح هذا المفاعل العملاق إعادة إنتاج تفاعل اندماج الهيدروجين الذي يحدث بشكل طبيعي في قلب الشمس. وسيتم تحديدا تحقيق هذا الاندماج عن طريق تسخين مزيج من نظيرين للهيدروجين إلى درجة حرارة تصل إلى 150 مليون درجة مئوية، حين يتحول الهيدروجين إلى بلازما. ومن المتوقع أن ينتج المشروع أول بلازما في أواخر عام 2025، ويمكن أن يصل المفاعل إلى طاقته الكاملة في عام 2035. وكان المشروع الدولي قد تأسس بموجب معاهدة جمعت عام 2006 اليابان والهند ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وكوريا الجنوبية، ويرمي إلى السيطرة على الانصهار النووي بما يتيح إنتاج طاقة أقل كلفة وتلويثا وأكثر ثباتا وغير قابلة للنفاذ. وخلال حفل نظم في موقع إيتر في سان بول ليه دورانس لهذه المناسبة، تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب مسجل عن المشروع الاستراتيجي الواعد، وقال أنه مع التحكم بالاندماج يمكن أن تكون الطاقة النووية واعدة للمستقبل. في الخبر الأخير، بيعت لوحة تمثل صورة ذاتية للرسام الهولندي رامبرانت مقابل 12.7 مليون دولار في مزاد افتراضي لدار سوزبيز للمزازات. وقال سوزبيز أن ذلك رقم قياسي جديد لصورة ذاتية للفنان الهولندي، وأضافت أن 6 مزايدين طلبوا صورا شخصية للرسام وهو يرتدي قبعة سوداء تعود إلى عام 1632. واللوحة التي تم بيعها الثلاثاء هي واحدة من بين 3 صور ذاتية فقط للرسام، وكان البيع جزءا من مزاد على الإنترنت بعرض أعمال تمتد على مدى 5 قرون من تاريخ الفن، من رابانت إلى بيكاسو ومن جوان ميرو إلى بانكسي. وقالت سوزبيز لندن أن حوالي ثلثي الأعمال المعروضة للبيع لم تعرض في مزاد علني من قبل، مشيرة إلى أن معظمها كان خارج السوق لمدة عقدين. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.